الولد فك البطاريات من الراديو لكنه اتفاجئ إنه شغال. أبوه استغرب فقاله الولد إن دي طاقة الهواء، طول ما المراوح بتلف بتولد كهرباء، ولو عمل مراوح أكبر يقدر يشغل طلمبة تطلع ميه من الأرض ونواجه الجفاف. لكن كان محتاج يفك عجلة أبوه عشان يبني المولد. أبوه غضب وقال له ده حلم فاضي، ووقع المولد. شايف إن ابنه المفروض يشتغل في الأرض مش يضيع وقته في أحلام. الولد وقع على الأرض بيعيط. تاني يوم صحابه كانوا مسافرين للشمال عشان ينجوا. قرر يحاول آخر محاولة وخدهم يطلبوا العجلة من أبوه، بس الأب رفع الشومة فأصحابه جريوا. الولد وأبوه فضلوا باصين لبعض في يأس، حتى الكلب اللي كبر معاه سابه ومشي. وقتها أمه انفجرت وقالت لو بنخسر كل حاجة ليه ما نصدقش إن ابنك يقدر يعمل معجزة؟ الكلام ده صح أبوه. راح للولد والولد قال له عمري ما حسيت إنك خيبت أملي. فكوا العجلة وبدأوا يركبوا الطاحونة. الناس ساعدوه، بنوا العمود، نزلوا الماسورة، والولد فك السلك. المراوح بدأت تلف، الطلمبة اشتغلت والمية خرجت. أبوه حضنه والمية نزلت على الأرض والخضرة رجعت. الأمل رجع لأهل البلد.